طموح جزائري للريادة في صادرات الأنسولين والميتفورمين. في أول عملية تصدير لأقلام الأنسولين إلى المملكة العربية السعودية، وستتبع بعمليات أخرى، سجلت شركة نوفو نورديسك ببوفاريك في ولاية البليدة حضورها القوي على الساحة العالمية. أول حكومة خلقت فيها منصب وزارة صناعة صيدلانية، لأن أعرف قدرات الجزائر، عشتها ميدانيا، ونعرف بلي قهقرنا من أجل الاستيراد، تكسير الإنتاج الوطني من أجل الاستيراد. ومثل ما يرافع عنه الرئيس عبد المجيد تبون في عديد المناسبات بالوصول إلى السيادة الصحية والصناعية للجزائر، تمكنت هذه الشركة من اقتحام بلد جد صعب التموقع فيه في مجال الدواء، فضلا عن كسب رهان توفير مختلف أنواع الأنسولين لفائدة مرضى السكري في الجزائر. الشحنة التي ستصدر إلى السعودية على 3 مراحل، وتضم 2,500,000 قلم أنسولين برقم أعمال يقدر ب11 مليون أورو، تأتي لتنسجم تماما مع سياسة تنويع الاقتصاد الوطني وترقية الصادرات. راها بتنتج الأنسولين، ولكن الناس ما يساعدهاش الإنتاج، يساعدها استيراد الأنسولين، ومش غير الأنسولين، لقاحات أخرى. إذن النهضة الصناعية راها ماشية ربما تدريجيا في الخفاء بدون إشهار كبير عليها، ولكن نهار اللي الشعب الجزائري يستفيق يلقى روحه عنده صناعة اليوم مش معجزة نتاع البنك العالمي ولا تاع. ولأول مرة لم تطرح في شهر رمضان مشكلة ندرة دواء الأنسولين في الجزائر بفضل جهود كل منتجي الأنسولين على غرار نوفو نورديسك وآخرين. الشركة بموقعيها الإنتاجيين اللذين يقع أحدهما في تيزي ويزو والثاني في بوفاريك تطمح إلى جعل الجزائر في سنة 2025 رائدة في صادرات الأنسولين والميتفورمين مستحضر لعلاج السكري، وذلك من خلال تصدير منتوجاتها إلى كل من تونس وليبيا ومصر برقم أعمال يقدر بأكثر من 25 مليون أورو. المؤسسة قامت في شهر نوفمبر 2023 من موقع إنتاجها بتيزي ويزو بتصدير أول شحنة من مادة الميتفورمين نحو ليبيا. ويتخصص موقع الإنتاج ببوفاريك الذي دشن في جانفي 2023 في تصنيع أقلام الأنسولين فليكسبين، فيما يصنع موقع الإنتاج بتيزي ويزو الذي دخل حيز الاستغلال سنة 2006 الأشكال الجافة من مضادات السكري الفموي.